السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالوا نعمل معاكم الاكله الحلوه دي مع بعضينا كده. صينيه جلاش او برك التركي. هنبدا معاكم بالحشو. معانا علبه جبنه بيضه، اي نوع جبنه تحبيه، ربع كيلو. وانا صباح، ودي قناتي. اللي بدأ معايا الفيديو يصلي على النبي ويحط لايك، واللي ما اشتركش يشترك. حطينا الجبنه في الطبق واحط عليها حبه البركه، احط عليها سمسم اللي يعجبك. انا حطيت معلقتين سمسم عليها، ودي حزمة بقدونس كزبرة اللي هيريحك. انا حطيت بقدونس بس، ممكن تحط ميكس ما بين الاتنين. وده فنجان زيت زيتون، زيت ذرة الموجود. وبهركم على بعض كده، اخلطهم خلطة حلوة مع بعضيها. ونوع الجبنة برضو اللي يعجبك، ممكن تحط جبنة بيضة زي ما انا حطيت، تحط جبنة تلاجة، تحط جبنة نستو اللي يريحك. حشوة خفيفة وظريفة. تعال نعمل ايه التشريبة مع بعضينا. معايا كوباية زبادي، معايا كوباية لبن، ومعايا بيضتين، ومعايا كوباية زيت أو زيت على سمنة، وحبة ملح، وحبة فلفل أسمر. حطينا الفلفل الأسمر، وهنا حبة بابريكا، نص معلقة بابريكا، وقلبناهم على بعض. قلبهم مع بعضيهم كده تقليبة حلوة. ممكن تضيفي نص معلقة بيكنج باودر أو معلقة صغيرة. ومعايا الصينية الألمونيا، أكبر صينية في الطقم اللي هو التلات حتت ده. دهنتها زيت كده، تدهنها زيت، تدهنها سمنة، تعملي ميكس ما بين الاتنين. وهنبدأ بالجلاش، هنفرد مع بعضينا ورقة كده وورقة كده، زي نعملها زي ما تكون وردة كده. ونتن ما بين الجلاش بالتشريبة اللي احنا عملناها مع بعضينا دي. واللي مقطع معاكي حطيه، ما يجربوش اي حاجة، نرميش حاجة. واللي معايا لحد دلوقتي يعمل لايك، اعملوا لايك وشير. واكلة سهلة وخفيفة ومتاخدش معاكي وقت. في الحر اللي احنا فيه ده عايزين حاجات خفيفة كده وسهلة، وتأكل الأولاد في الأجازات دي. بنحط تشريبة من احنا الخلطة اللي احنا عملناها دي، التشريبة بندهن. تدهني حلو وتكتري، ما تخافيش يعني، متقلقيش. نكب حبة حلوين كده كل ورقتين. انا ما باخدش ورقتين مع بعض، انا باخد ورقة ورقة وافردها، ورقة الناحية دي، ورقة الناحية دي، ورقة الناحية دي، على 4 اتجاهات. نعملها شكل ايه، زي ما يكون شكل الوردة كده، فوق بعضيهم كده، خلف خلاف. ما تقلقيش، مش هتطلع معجنة ولا حاجة، وهتطلع حلوة وزي الفل. ووصفة جديدة وحاجة جديدة للجلاش. الجلاش وصفاته ما بتخلص، وأنواع الشغل فيه ما بتخلص. يعني مش بس نعمله حلو، مش بس نعمله باللحمة، ليه طرق كتير أوي. أنا هنا حطيت خلطة الجبنة. حطيت حتة يعني طبقة من الجبنة بالحشوة بتاعتها دي في النص، عشان هعملها على حشوتين. هنكب ايه من التشريبة تاني، حبة حلوين برضو. وتلفوهم في الصينية كلها كده، ما تقلقيش. وتين الجناب كده، وتين الورق كله، ما تخليش حاجة مش مدهونة. الزيادة دي ما تخافيش منها، كب ما تخافيش، هتشربها كلها.
يعني كده هنعمل ايه، هنقفلها كده على بعضها بعد ما حطينا الحشوة في النص. ونقفل الجناب بقى كده على بعضيها، نطويها طاوية كده زي ما نكون بنطبق كيس مخدة ولا ملاية. ومعانا ورقة سليمة أو ورقتين يكونوا سلام كده، نحطهم على وش على وش الصينية. دول لقمتين مكسورين فحطيتهم في النص تحت الورقتين عشان بس ندار الصينية. واللي معايا لحد هنا يعمل لايك وشير، واللي ما اشتركتوش اشتركوا. وصفة جديدة وخفيفة وهتعجبكم. دوسي بايدك كده بس ما تدوسيش قوي عشان ما تتعجنش منك. والطروف الزيادة دي بندخلها تحت بندخلها تحت الجلاش كده من الطرف، بنبيتها كده في طرف الصينية علشان ما تنشفش منك في الفرن وتتكسر. انا بدوس بس مش متقلة ايدي، بسويها بس. وهنا انت لازم تقطعيها قبل ما نرش عليها بقية التشريبة وقبل ما تدخلها الفرن. عفوا. انا اللي قبل ما ابتدت تشتغل فيها رحت مولعة الفرن. بتاخد معاك شغل بتاع 5 دقايق 10 دقايق قبل ما ابدا شغل، رحت مولعة الفرن عشان يبرد يسخن معانا على 180 180 170 على حسب درجة الفرن، حرارة الفرن معاك. بس هنا احنا لازم نقطعها علشان لما تكب بالتشريبة تتغلغل كده جوه الرقاق وجوه كله. بالراحة كده واقول لها دوا واعلمها، بس لازم تكون السكينة حامية برضه عشان ما تبوظ منك الحاجة. قطعتها نصين او 4، يعني نص كده ونص كده اداتك 4، وقطعت كل ربع 2 فبتديك 8. شايفين؟ والله جميلة جدا، طلعت حلوة قوي وخفيفة. وهنا بنكب كل بقية التشريبة بتقلبيها بالمعلقة كده مع بعضها وبتحطيها على وش. هي هتشرب ما فيها مع نفسها كده، هي هتشربها لتحت. مش هقول لك على شكلها وعلى طعمتها وعلى حلاوتها. عايزة ترش على وشها حبة البركة رشي، ترشي جبنة موتزاريلا رشي، ترشي سمسم رشي اللي يعجبك. انا هنا هرش السمسم بقية المعلقة التالتة اللي انا كنت حطاها. انا كنت حاطة 3 معالق، حطيت معلقتين على الجبنة وحطيت معلقة على الوش. انا ما عنديش حبة البركة، لو عايزة ترش عليها حبة البركة مع السمسم ماشي، هتديك قيمة غذائية برضه وهتديك شكل حلو. كده دخلت على الفرن من درجة حرارة 180 وطلعتها من الفرن، غطيتها شوية عشان انت عايزاها طرية غطيها شوية تلين، لو مش عايزاها طرية سيبيها كده. في نفس الفتحات بتاعة التقطيع اللي هي نية بنقطع بنكمل تقطيع بقى. بس هي هنا كده بتبقاش واخدة تقطيع جامد زي ما هي نية، بنخلصها بس من بعضها. هطلع معاكم حتة واوريها لكم. مسلكها معاكم كل حاجة قدامكم. شايفين شكلها؟ طلعت جميلة جدا وطعمها